السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله بقى ده هنعمل صينية بطاطس على عين البوتاجاز من فوق دايبة ومرملة وكمان بالفراخ. يعني هتعملي الغدوة بتاعتك كلها في صينية واحدة، يعني في حوالي ساعة الا ربع هتكوني خلصتيها وانجزتيها. دي صينية المستعجلين لكن بطعم قوي جدا. وقبل ما ابدا الخطوات يا ريت ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه فضلا يعني. واول حاجه معايا هنجيب الفراخ بعد ما غسلتيها بالطريقه المعتاده بتاعتك، والناس اللي بتشتكي من زفاره الطيور تحط معلقه طحينه بعد غسيلها، بتضيع اي ريحة زفارة. وانا هنا اول حاجة معايا خالص ضربت في الكبة 3 بصلات وسط ومعاهم قرن فلفل اخضر، وهبهر البصلة دي بقى بنص معلقة من الفلفل الاسود ومعلقة كزبرة ونص معلقة كمون ونص معلقة بهارات فراخ او لحمة ونص معلقة سكر. وامسكي الخلطة دي بقى ودعكيها جامد مع بعضيها، وده اول تركة في صينية البطاطس علشان يبقى طعمها طعم ومميز. انا يعني وانتي بتعملي الخلطة دي ما تنسيش تشيلي معلقتين منها، يعني انا محتاجة معلقتين منها علشان هحتاجهم بعد كده، وده اللي هتشوفيه معايا في متابعتك للفيديو. انا بقى همسك الفراخ وهشقها، اعمل فيها فتحات كده علشان خاطر التتبيلة تدخل جواها، ويعني حتة الفرخاخ تتشربها ماشي يعني، او تشربها يعني بالبلدي. لو عايزة حتة الفراخ تكبر منك امسكيها كده من عند الحتة بتاع العضمية، حتة الصدر، وشقيها فهتتفرد كده كأنك يعني فاتحة سمك سنجاري. تمام كده. انزلي بقى عليها بالخلطة الحلوة دي وادعكيها جامد بيها وتبليها وسبيها بقى يا ست الكل 10 دقايق، اقل حاجة 10 دقايق يعني، عشان كده انا بقولك دي صينية المستعجلين يعني. بس والله يعني طعمها برضو بيبقى جميل وحلو، كل ما قعدت كل ما الطعم كان اقوى. تمام كده. هروح بقى انا على البوتاجاز هنا، هجيب صينية يعني اي صينية عندك، ويا ريت تكون واسعة علشان تاخد براح فيها والبطاطس ما تتكسرش. حطي المادة الدهنية بتاعتك، وانا ضفت هنا معلقة من الملح على المادة الدهنية دي الزيت والسمنة، علشان خاطر دي تاني تريك اهو، علشان خاطر قطع الفراخ ما تلزقش مني في الصينية. كلكم بتشتكوا من الحتة بتاع انها بتلزق في الصينية، اديني حلتها لك. وانزلي بقطع الفراخ حتة حتة علشان خاطر ما تنزلش المية بتاعتها وتاخد صدمة. يعني سيبي بقى الفراخ كده تاخد يعني تشويحة حلوة كده من تحت وتاخد لون على حسب بقى قوة اللون اللي انت عايزاه. يعني انا مخليها احمر فاتح او ذهبي عشان انا معايا اطفال، فعايزاها متبقاش حتة اللحمة يعني ناشفة شوية عشان تبقى بس طرية عليهم، لكن انت براحتك. وطبعا هقلبها على الجنبين تاخد التسوية دي اللونين، يعني تاخد لون من على الناحيتين. شايفة بكل سهولة ازاي بقلبها ما لزقتش بفضل معلقة الملح اللي انا حطيتها. تمام كده. اثناء وانتي بتعملي لو انتي ما نضفتيش الفراخ من الخلطة كويس ولسه فيها بصل، فعشان ما يتحرقش منك يعني عادي، هو بيدي كرملة وبيدي طعم حلو، بس لو يعني انت عايزه تزيدي عليها في اللون الاحمر قوي، فعشان البصل ما يمررش منك ده حاولي تشيليه بمعلقه كده من الجناب. وهتنزلي عليهم يعني زي ربع كيلو طماطم، يعني انا ضرباها في الكبة ضرب خشن. انتي ما عندكيش كبة افرميها فرم خشن، بس بلاش تضربيها في الخلاط علشان لكل حاجة طعم، وكده بتديني تيست اقوى وطعم اقوى. سيبي بقى يعني انا هضيف دلوقتي مكعب مرق، ده اختياري. وسيبي بقى الفراخ تتسبك وتشرب من الطماطم والصوص ده. هتكوني بقى محضرة مية في الكتل او شوربة او اي حاجة تكون بتغلي، وهنزل اضيفها على الخلطة دي على الفراخ،
يعني ضفت كوباية وربع من المية المغلية. ما تضيفيش مية باردة ابدا على اي حاجة من اللحوم او الفراخ علشان خاطر ما تشدش منك وتبقى مأستكة كده. السخن على السخن بيخلي الحاجة دايبة وحلوة، وكمان ما تزفرش. تمام كده. سيبيها بقى، انا هسيبها بس هضيف الاول الملح. حطي بقى ملحك وظبطيه وما تكتريش، لان احنا حاطين في الاول معلقة علشان خاطر ما تلزقليش الصينية، ما تلزقش في الفراخ، او الفراخ ما تلزقش في الصينية، سوري. سيبيها بقى لما المية دي تنقص شوية والفراخ تستوي معايا، انزل عليها بقى بالبطاطس. والبطاطس يا جماعة انا سبتها تتبل شوية في المعلقتين البصل اللي انا قلت لكم عليهم، اللي انا كنت عاملاهم بالخلطة. ودي تالت او رابع تركة معاكي في صينية البطاطس. ويا ريت يا جماعة تراعي في تقطيعك لحلقات البطاطس انها تكون تخينة، سمكها تخين مش رفيع، هتديكي ترميلة احسن وهتستوي منك بسرعة. تمام كده، على عكس ما احنا كنا فاكرين، وانا عرفت الحتة دي من والدتي، ان لو رفعناها بالعكس بتأخر في السوا، ما بتبقاش حلوة وبتتكسر وبتتبهدل مني. دي صينية تحطيها على سفرتك في العزومات تشرفك بجد. اديني اهو حطيتها، غطي بقى عليها ويا دوبك تغلي غلوة مع البطاطس، وتوطي وتهدي عين البوتاجاز شمعة عليها عشان تدوب وترمل كده. يعني انا الصينية كلها ما كملتش ساعة الا ربع، كانت مستوية وزبدة. شايفة بقى الجمال بعد ما استوت؟ تصدقي ان دي معمولة على عين البوتاجاز. عايزة بقى تاخد، انت حابة انك تديها لون اقوى شوية ومقرمش ومحرمش كده من فوق، زي ما بيقولوا بالبلد، يعني دخليها تحت الشواية. بس انا عن نفسي يعني ما صدقت ان الوصفة دي موجودة وبعرف اعملها، علشان الحر واحنا في صيف يعني. شايفة الجمال؟ دايبة ومرملة، واهم حاجة عندي الفراخ تسويتها مظبوطة. وبألف هنا وشفا على قلوبكم، والسلام عليكم.